السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ما نحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. ربنا يخليكم ليا ويفرحكم بولادكم يا رب، ويقعد عليكم الايام بخير، وكل سنه وانتم طيبين. وبمناسبه الاسراء والمعراج ربنا يقعدوا عليكم بخير يا رب كده، والشهر الكريم يجيلكم كده بألف خير وسلام. دلوقتي هنعمل النهارده بقى ايه؟ قلت اما اعمل الحجازيه بقى باذن الله كده ايه تطلع ان شاء الله حلوه، بما اننا في اسكندريه يعني هي حلويات اسكندراني ان شاء الله يعني كده ايه. دلوقتي معانا هنا انا حطيت عشان ما نطولش يعني على بعض كوبايتين دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه، كوبايتين، وكوبايتين دقيق ابيض، وقلبتهم على بعض، وربع كوبايه جوز الهند مبشور اللي هي بشر جوز الهند، وهنقلبهم كده مع بعض. وهنا معانا كوبايه سكر هنحطها عليهم اهما ونقلب. الحاجات الجافه كلها مع بعض. نجيب الكيس الخميره عليه، وكيس خميره هي فوريه معادل يعني كوبايه معلقه يعني هو الكيس معلقه على طول. ومعانا بقى ايه كوبايه سمنه على زيت، نص سمنه ونص زيت يعني. هنقلب كده. وبعدين نحط السمنه على الزيت كده. السمنه والزيت لازم كوبايه السمنه مع الزيت، نص ونص اهيت. نقلب. معانا كوبايه ميه دافيه. بعد ما بسيت بقى الدقيق كده بالسمنه والزيت، السمنه بلدي طبعا يا جماعه، ريحتها جميله جدا. هي بتبقى السمنه البلدي في الحلويات حلوه قوي. بس خلاص اهو الدقيق. هنحط بقى الايه الميه اللي دفيت ميه طبعا لازم عشان فيها خميره، لازم ايه الميه الدافيه، لازم تبقى ميه دافيه. هو كل ما تديها هيقول لكم ان هي كده يعني فيها ميه كتير، بس هتشد دلوقتي، هتشد وممكن تحتاج ميه كمان اهوت. وهتتساب بقى ايه تخمر نص ساعه كده. هي كده اتقلبت اهي، شوف شدت ازاي اهي. جميله قوي كده. بس هنخليها بقى ايه تخمر شويه يعني قيمه نص ساعه كده اهيت، على بال ما نعمل ايه الحشوه بتاعتها. نغطيها بس. طبعا هنا عندنا نص كوبايه دقيق سميد برضو، مع نص كوبايه سكر، مع شويه زبيب يعني حطيتهم كده يعني لو مفيش مش مهم يعني. وكوبايتين معلقتين بتاع ده قرفه، معلقتين قرفه اهيت. بتحب تبقى غامقه وحلوه كده. ده شويه كمان. القرفه ريحتها تحفه. نحط لها معلقه كاكاو كمان. بس كده. بتبقى أغمق من كده. ونقلب. دي اللي هتبقى الحشوه. نقلبها كده ونعملها زي الرمله المبلوله كده. نستنينا نحط ميه كده لغايه ما ايه نشوفها هتيجي معانا ايه. زي
زي الرمل المبلولة كده، نمسكها كده في ايدينا تبقى حلوة كده. كده تمام. نقلبها بس شوية كده تتشرب اهيت. ونستنى بقى اما العجين يخمر، ونعمله مع بعض برضو ايه، نعمله في الصينية ونظبطه يعني بإذن الله. بعد ما ريحت نص ساعة اهيت، هنقسم العجينة ايه نصين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقسمها، ناخد جزء نحطه في الصينية كده ونفرده. هي الصينية وسط يعني مش كبيرة عشان الكمية يعني يا دوب كده. نحاول نعمل لها حرف كده واحنا بنبططها. حاولنا نعمل لها حرف كده على الصينية عشان طبعا الحشو ما يسحش منها. حرف وطلعناه في حرف الصينية كده. ودلوقتي هنحط بقى الحشو بتاعنا. نحاول نسويها كده عشان تبقى حلوة مسوية اهيت. بالحرف بتاعها اهوت بقى عشان الحشو ما يطلعش منها. نحاول نحط الحشو بقى بتاعها. نحاول برضو منطلعوش على الطرف عشان طبعا فيه سكر اهوت. بنسويها كده الحشو طبعا او زي ما انتم شايفين. بنحاول ايه نبعده عن الحرف يعني كده عشان تعرفين فيها سكر عشان ما يكرملش بس كده اهوت. نركنها كده على جنب ونجيب نص العجينة التاني. نفرده بس بالعجلة كده. يعني حاجة حلوة كده تلزم الساقعة دي أي حاجة كده الواحد يتسلى بيها يعني هتبقى حلوة إن شاء الله. أنا قلت أما أعملها بقى كده يعني ونسويها بقى كده. كده تمام. ونروح قلبينها كده على الايه على الصينيه كده.
انا دهنه طبعا الصينيه دهنها جامد اهيت. ونعمل، هنيجي بقى بظهر الشوكه كده ونعمل لها شويه حركات كده كده كده. ونخرطها، هنخرطها كده. يا جماعة والله الساعة دي عايزة الحلو، وبعدين يعني أي حاجة كده في البيت تتعمل إن شاء الله تبقى جميلة جدا. كفاية إنها تبقى عمايل إيديكي نظافة وحاجة كويسة كده بقى. وندخلها الفرن وبعدين نوريها لكم بعد ما تطلع إن شاء الله. طلعت من الفرن هنوريها لكم بقى، نطلع حتة كده ونوريها لكم. بنتي بقى البنوتة حبيبتي هي دي بقى عايزة ايه، شمت الريحة يا جماعة، قالت الله يا تيتا عايزة ادوق. اهيت يا جماعة السخنة بقى طبعا سخنة. خدي يا رفاق ذوقوا كده وقولي رأيك كده. ماشي. طالعة من الفرن سخنة. يا سلام على الطعم، جميلة جدا. بالهنا والشفا يا حبيبة قلبي. وده شكلها يا جماعة، هي بتطلع بتبقى كده بقى، تتسلك بس كده نسلكها ونطلع بس تبرد شوية عشان ايه تمسك في نفسها يعني. هي اهي منظر الصينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في فيديو آخر. وما تنسوش التعليقات الجميلة اللي ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، ويسعدكم كده ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. وتفضلوا معانا.